السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الحليوه ديال الكويقطات معشوقة الاطفال بثلاث مكونات فقط، فبقاو معنا. كنحتاجوا لهاد الحلوى زلاف ديال الكاوكاو محمر ومطحون، تقريبا رابعه 250 غرام. وغادي نحتاجوا تقريبا 250 غرام ديال الدقيق اللي حمرناه، و علبه ديال الكراميل. ممكن تاخذوا علبه ديال نستلي وطيبوه مده ساعه في كوكوط كيعطينا الكراميل. كيف ما يمكن لكم توجدوا الكراميل في الدار، عنده بزاف ديال الطرق باش تصايبوه. كناخذ الكراميل كيكون عندنا برد، كنسخنوه شي شويه باش كيولي معنا دايب. من بعد كنزيدو فيه الكاوكاو اللي حمرنا طحنا وكنخلطو مزيان تيندمجوا لنا العناصر. كنضيفو الباقي ديال الكاوكاو كنخلطو مزيان. من بعد كنكملو بالدقيق اللي حمرنا، يعني غربلناه حمرناه. اي دقيق ممكن يقضي الغرض، ممكن فورس، ممكن فينو، ممكن قمح، اللي يعجبكم. المهم كنكملوا الخليط بداك الدقيق حتى كي يصبح لنا الخليط بهذا الشكل هذا، بحيث اننا يمكننا نشكلوه كويرات. صافي من بعد كنشكلوه كويرات بحال هكا كيتشكل معنا بسهوله. وكنجيبو كويقطات اللي غادي نوضعوه فيهم. كنديروا الشوكولا، من بعد كنكوروا يعني الخليط كامل اللي عندنا كنوضعوه على جنب، وكندوزو باش ندوبو الشوكولات. هنا كنجيبو الشوكولات كنقطعوه. انا جبت الشوكولات من نوع عقاله، قطعته رقيق ودرتو في ميكا، وجبت واحد كوب ديال الماء طايب ووضعت فيه داك الميكا ديال الشوكولات كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. من بعد ما فرتته مزيان بالموس باش يسهل عليا الذوبان ديالو، وضعته في كاس ديال الماء طايب وخليته حتى داب بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تذوبوه في حمام مريم، كما يمكن لكم ديروه في الميكروويف الا عندكم. المهم انا هنا قطعت البلاستيكه باش تسهل عليا الخدمه. وضعت الشوكولا هكا في الاسفل ديال الكويقطات، من بعد وضعت عليهم الكويرات وغطيت من الفوق. صافي وزينت هنايا بحبيبات ديال خاصه بتزيين الحلويات. صافي وخليناها بردات وكنحتفظوا بها في الثلاجه بطبيعه الحال في واحد الباطو، كنقدموها للدراري الصغار. كيبقى افضل